أهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني. هيك حكى الأديب عباس العقاد. من الأشياء اللي تميز فيها الإنسان عن باقي الكائنات الحية هي قدرته على الكتابة والقراءة، وهي الميزة ما وجدت عن عبث. هي الميزة خلتنا نكون قادرين ننقل الأفكار وحضارات وثقافات من جيل لجيل. ومن الأفكار الشائعة المغلوطة إنه احتكرنا القراءة للنخبة، أو حتى نسبناها للأشخاص الكيوت على قولتهم، لدرجة إنه صار الشخص يشك بحاله ويسأل: هل فعلا أنا مناسب لحتى أكون قارئ؟ أنا بقول لك إيه، أنت أكثر حدا مناسب إنك تقرأ. من مكانك وكنبايتك البسيطة بدون إضاءة ولا فنجان قهوة، أنت قادر تنتقل من عالم لعالم ومن عقل لعقل بمجرد إنك قادر تفتح كتاب وتقرأه. دراسات علم النفس أثبتت إنه القراءة مو بس معرفة، القراءة قادرة تغير أنماط التفكير وتخفف حدة التوتر. لهيك صارت تستخدم كعلاج داعم لبعض الأساليب النفسية والسلوكية، ونحن نعتبر إنه الجيل المحظوظ بهي النقطة بسهولة وصولنا لأي كتاب حابين نقرأه أو نتعلم منه عن طريق الإنترنت أو الكتب الإلكترونية المسموعة، أو حتى عن طريق معارض الكتاب اللي بتنعمل كل فترة للتشجيع ولإعادة إحياء عادة القراءة اللي تراجعت بشكل ملحوظ. وعلى فكرة قريبا رح يبدأ معارض الكتاب بدمشق. وتذكروا أن أول خطاب إلهي للنبي عليه الصلاة والسلام وللإنسانية أجمع كان بكلمة اقرأ.